السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم راح ندير معكم تشكشوكه تاع الفلفل، يعني تشكشوكه الجزائريه التقليديه تاعنا. راح نديروا الفلفل، طوماطيش، الثوم والبيض. انا دوك نفوت نبدا نقلي الفلفل هذا، ندير له الملح، نحيلو هذا الاخر تاعو هكذا، نحيها له وندير له الملح ونعاود نولي ليكم. هنايا نبداو نحضروا لاصوص ديالنا. نديروا المقله تاعنا تسخن، نديروا حوالي 3 ملاعق ولا 4 تاع الزيت، يعني الشكشوكه تحب ليدام. هنا بعد ما سخنت لنا الزيت تاعنا نديروا طوماطيش. انا طوماطيش تاعي كونسيرف، يعني كيفاش نخبيها كي نجيبها نديرها في الباطه ولا ساشي ولا نبسطها كامل ونجيب بشويه. ها هي هنايا نكونجيها يابسه. نزيدوا الثوم تاعنا نقليهم شويه برك، هنا بعد ما يعني كما نقولوا هاي خمسة طوماطيش نصبرها. هنا الطريقه كانت زمان هكذا كانوا يطيبوا الشطيحه برك، يعني مرات يشووا الفلفل، لكن انا كي جربتها الفلفل مقلي جات بنينه خير. نزيدو طماطيش تاعنا. هنايا عندي 3 حبات طماطيش هكذا، خلوها تتجمر شويه معاها. عندك شويه ملح، ما ديروش من الملح بزاف لانه الفلفل الحلو فيه الملح. ندير شويه فلفل الكحل، شوفوا شحال درت انا ما استعملتش بزاف. شويه راس الحانوت، شويه فقط هكذا. هنا كاضافه فقط ندير ورقه عمود ونمرق يا ربي 4 كاس تاع الماء ونخلوها تتجمر. نعطيوها ونغسلوها الفرن. هكذا نخلوها طيب. هنا بعد ما طابت لي الدرسه تاعي لاصوص تاعي، نحل ريقه تاع الرند. يعني هي نورمالمون ندير فيها هكذا، ولكن انا ولادي شغل يتحسوا كي يلقاو زعما هكا شويه تاع طوماطيش ولا يقول لك علاه. انا نفضل اني نرحيها لهم بهذا الطريقه، وهي من المستحسن يعني تقعد هكذاك. نرحيوها بالبغال مكسر.
هنايا بعد ما طابت لي لاصوص تاعي وقطعت الفلفل تاعي راح نديرو هكذا. ندير فرشيطه نديرو هاد العمليه. نزيد للفرن نخليه واحد 2 دقائق ولا يتشرب هذاك هكذايا. راكم تشوفوا بلي جات ميدمه لاصوص تاعي، يعني تكتوكه كامل تحب اليدام. دوكا راح لي المقطع كيما كسرت البيض، معليش عادت لي هاد الحبه ما سجلتوش يعني سمحولي. هكذا نغطيوها ونخلوها طيب ونلتقي في صحن التقديم. انا توصلتنا لنهار اليوم. هذه هي يعني كما نقولوا تكتوكه تاع الفلفل، يعني جات ما عندي ما نحكي لكم. جربوا الوصفه، تنسونيش بتعليقاتكم الطيبه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو اخر.